طيب هنا واضح إن مفيش حد بيدخل، ف ال10 الموجودين هم اللي هنبدأ بيهم المحاضرة وهنتكلم. هنبدأ على بركة الله. أول حاجة لابد إن أنا أكون عارف مين اللي بيختارني. طبعا عنصر اختيار المدرس بيبقى من 3، يعني إما أن يكون الطالب هو اللي بيختار المدرس، أو الأب هو اللي بيختار المدرس، أو الأم هنا اللي بتختار المدرس. طبعا أنا عندي في التعليم الأوفلاين اللي هو السناتر وغيره، اللي بيختار المدرس هنا مش الأب والأم، غالبا اللي بيختار المدرس هو الطالب. تمام. فطبعا الطالب بيبقى يعني مراهق، وطبعا عناصر جذب المراهق غير الناس الكبار. المراهق بيبقى عايز شكل حلو، عايز قاعات مكيفة، عايز اللي هي الأمور دي اللي احنا عارفينها يعني. تمام. يعني بيحتاج مثلا صورة كويسة، بيحتاج رحلات، بيحتاج ده كله. تمام. يعني مثلا عندي أنا في المحافظة بتاعتي من المدرسين المشهورين، لقيت مدرس عامل يعني ديل حصان. تمام. طبعا المظهر ده أنا كجيلي ما كناش نتقبله أبدا يعني. فدلوقتي الأمور اختلفت. إنما بقى في التعليم الأونلاين اللي بيختارني هنا مش الطالب اللي بيختارني، غالبا الأم. غالبا الأم هي اللي بتختار. طيب الأم هنا بتختار بناء عن إيه؟ أو إيه الأمور اللي في الأونلاين اللي بتحبها؟ بيحبوا حاجتين بره. يعني الناس اللي عايشة بره، أول حاجتين بتجذبهم في المدرس هي سنوات الخبرة، تمام، والشغل في المدرسة. فأنت لو عندك الأمرين دول لازم تبرزهم في الدعاية بتاعتك. لازم تبين إن أنت مدرس في مدرسة، في بروفايلك، في إعلانك، في غيره. ولازم كمان تبين أنت خبرة قد إيه. تمام. النقطتين دول من عناصر الجذب في إعلانك. طيب دي نقطة مهمة. إيه تاني من النقط المهمة في الإعلان؟ طيب أنا دلوقتي راجل خريج حديث، لسه متخرج ولسه شباب. أعمل إيه؟ ما تظهرش بقى إنك شباب. يعني البروفايل أو الإعلان بتاعك الأمر ده خبيه، ما تظهروش. ليه؟ لأن طبعا اللي هم حديثين التخرج وبتاع هتبقى أول حاجة مطمع في سعر حصتك. يعني اللي هيجي لك عارف إن أنت لسه صغير، فهيكون طمعان إن هو ياخد الحصة ب10 جنيه، ب20 جنيه. تمام؟ مش هتلاقي سعر حصة كويس. تمام؟ فأنت ما تبقاش فرحان بنفسك. أو بشوف دايما من المدرسات بيعملوا إعلانات وتبقى هي فرحانة بنفسها. طبعا بتبين إن هي صغيرة، وده أمر مش مستحب في الأونلاين. أولا الصور اللي زي دي بتجيب لها مشاكل، بتجيب لها ناس متطفلين، وما تجيب لهاش شغل. تمام. إذا أنا لو شباب وحديث التخرج، يبقى البروفايل او الموقع بتاعي على الفيس او الاكونت بتاعي على الفيس يبقى مبهم غامض، يبقى شغلك بس هو اللي ظاهر. يعني ايه شغلك بس اللي هو اللي ظاهر؟ فيديوهاتك اللي انت حاططها لشرح المادة. تمام. شغلك بتاع شرح المادة هو اللي يكون ظاهر عندك على الاكونت. لما اكون خبرة ان شاء الله زي ما قلت تفتخر بالكلام ده وتبرزه عندك. لان الشغل بتاع ده الشغل الاونلاين اللي بيختارك مش بيختاركش الطالب، اللي بيختارك ولي الامر وغالبا الام، وبتدور على النقط دي في اللي بتختاره. تمام. طيب اول حاجة اعمل حاجتين. لازم يكون عندي حاجتين او 3 حاجات المفروض يعني. تمام. اول حاجه الاكونت بتاعي على الفيس ما يبقاش بقى الصقر الجارح، بتاع ده فخوره، اللي هو الاسماء اللي هي المبهمه دي، لا ما ينفعش. لابد انا مستر فلان يبقى مستر فلان فلان. ليه؟ علشان تدي ثقه للي بيختار. ما ينفعش مثلا بتاع ده الاسماء الغريبه دي، لا ما تنفعش. النقطه الثانيه لابد ان يكون الاكونت بتاعك يكون عام. يعني ايه عام؟ اي حد يقدر يدخل لك ويشوفك ويدور عليك يلاقيك بسهولة على الفيس. تمام. يبقى هنا ده اكونت شغل. افصله تماما. لو حبيت بقى تفصله
تفصله عن الاكونت اللي انت بتاع اصدقائك بتاع قرايبك، عايز تفصله افصله. تمام. اكونت الشغل، لما تيجي حد يديك مثلا او يطلب صداقه، لابد ان انت تدقق قوي في الناس اللي هي اصدقائك، لان بتبقى في اكونتات وهميه جدا وفي اكونتات مش ظريفه. حاول على قد ما تقدر انك تبعد عنها، يبقى الاكونت بتاعك مظبوط. تاني حاجه تعملها، لازم تعمل لك صفحه على الفيس. الصفحه اللي على الفيس، ليه بعمل الصفحه على الفيس؟ الاتنين بيدعموا بعض، الاتنين بيشغلوا بعض. تمام. صفحه الفيس بتعمل لي انتشار اكتر، وكذلك الاكونت بتاعي اللي انا بتكلم عليه بيعمل لي برضو انتشار. تمام. طبعا قناه يوتيوب يا ريت. يبقى دي كده ايه، 3 عناصر لابد اي مدرس يكون عنده: صفحه قناه على اليوتيوب، صفحه فيس بتاعته هو باسمه هو مستر فلاني الفلاني، وصفحه خاصه بايه، بماده الايه. لو انت مثلا مدرس رياضيات يبقى انت عندك صفحه بتناقش الرياضيات، لو انت مثلا مدرس دراسات يبقى عندك صفحه بتناقش الدراسات وبتعمل فيها وبتكتب فيها حاجات يعني تخص الماده وكده. تمام. طيب، خد بالك من نقطه مهمه، في ان الفيسبوك يعني بتاع ده بيقدر جدا اللي بيكتب من دماغه، بيسميه صانع محتوى. تمام. وما بيقدرش للي بينقل، يعني انت اللي بياخد كوبي بيست ده ما بيكونش ليه تقدير. التقدير الاول والاساسي لاي حد بيحط منشورات من دماغه. فانت لما تيجي تعمل منشور حتى لو هتاخد كوبي بيست، لازم تغيره ولازم تحط البصمه بتاعتك، بحيث ان هو يبقى ايه، محتوى فريد. تمام. يعني اول واحد انت اللي تعمله، ساعتها الفيس هيقدرك. تمام. في نقطة مهمة، احنا قلنا الصفحة مع الاكونت الاتنين بيدعموا بعض. يعني انت لو نشيط على الاكونت، الصفحة هتبقى نشيطة، والعكس. لو انت بقى نشيط في الاتنين، يبقى دي كده ايه، عظمة. انت نشيط في الصفحة ونشيط في الاكونت بتاعك، عظمة. تمام. طيب، ليه بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده لان انت رحت جيت تعمل اعلان على جروب. تمام. في حاجه اسمها الريتش، معدل الوصول بتاعك. انت دلوقتي لو الريتش بتاعك ضعيف وجيت عملت اعلان على الجروب، مش هيشوفوا اكتر من 4 5، يعني بالمعنى الحرفي. يعني انت ممكن تعمل اعلان 5 بس اللي يشوفوه، 10 20. تمام. فلابد ان يكون عندك معدل وصول عالي علشان خاطر لما تيجي تعمل اعلانك، تمام، يوصل للناس. تعليقاتك اليوتيوب، قصدي الفيسبوك، من بتاع ده، لما بيجي في التعليقات ما بيعرضش كل التعليقات. تمام. بيعرض التعليقات المميزة منها، وخصوصا اللي عندهم نسبة وصول. عارف ان الراجل ده اللي بيعمل التعليق ده لما هيبرز تعليقه، الناس هتفرح بيه وتعمل عليه لايك. يبقى اللايكات، الاعجابات، كل دي بتاع ده عناصر بتعلي الريتش والوصول عندك. حاجه كمان، لابد ان انت في الاكونت بتاعك او بتاع لازم ترد على كل الناس. التعليقات امر مهم جدا. اللي علق عندك، اللي بتاع ده يعمل لك كومنت، انت رد عليه بالكومنت، حتى لو هترد عليه ب... ب... بتاع ده بايموجن مثلا، قلب، ورده، اي حاجه، المهم ترد عليه. اذا هنا التعليقات امر مهم جدا لزياده الريتش عندك. تمام. طيب، انت دلوقتي خلاص عملت الاكونت وبدات تنزل مواضيع، واتفقنا ان هي تكون مواضيع حصريه. تمام. الاكونت بتاعك بقى نشيط. تمام. بص بقى، اي اعلان هتعمله على الفيس طول ما انت متفاعل، الفيس هيوري اعلانك لناس خارج الحسبان خالص. تمام. يعني ما تسيبش مكان، انشر اعلاناتك في كل حته. بس لو نشرت اعلاناتك في كل حته وانت مش ناشط على الفيس، ملهاش لازمه. ماشي. ولا ليها اي لازمه. طبعا بتاع ده الدعايه في الكومنتات دي حاجه جميله جدا، يمكن احسن من المنشورات نفسها. اقعد كده في الكومنتات ايه، ابعت. تمام. في نقطه كمان مهمه، ان انت لما تيجي مثلا في حد طالب مدرس، تمام، ابعت له على الماسنجر. ابعت له على الماسنجر. كل حد تلاقيه عايز طالب مدرس او غيره،
تبعت له على الماسنجر عشان تكون لنفسك قاعدة بيانات فيما بعد. يبقى انت كل الناس دي عارف ان ده عنده اطفال وعنده بتاع ده ناس، يبقى ده اذا ده هنا ممكن في يوم من الايام، ودي بتحصل، يبقى زبونك المحتمل. يعني ممكن بعد كده هو ما ردش عليك النهارده، ممكن بعديها بفتره تلاقيه بيتواصل معاك وبيكلمك علشان ايه؟ يدرس عندك. تمام. طيب هنا لابد ان انا اكون اقدر اميز ما بين الاعلان الفيك اللي هو المزيف، لان للاسف الشديد في ناس انتشرت كتير بتعمل اعلانات مزيفه، وما بين الاعلان الحقيقي، وما بين الجروبات اي كلام. تمام. وما بين الجروبات الحقيقيه. طب اميز ازاي؟ بص، في نقطه مهمه. اي جروب مفتوح فيه النشر، يعني ايه مفتوح فيه النشر؟ سايبك انت تنشر بنفسك براحتك. الجروبات دي غالبا بتجتذب اللي هم الناس النصابين. تمام كده. وخصوصا حبايبنا مدرسين الانجليزي، ما حدش يضحك عليهم يقول لهم خدوا ترجموا الحاجات دي ويسمعوا كلامه ويترجموا. طبعا ده كله نصب. وبتجتذب للاسف الشديد اللي هي المواقع اصحاب المواقع الاباحيه والكلام ده، بيبقى الجروب ملوش صنف اللازمه يعني. تمام. طيب اعرف ازاي الجروب ده كويس ولا مش كويس؟ بدخل عليه. والله لقيت اولياء امور طالبين مدرسين، في تفاعل من اولياء امور، ولي امر بيسال كذا، ولي امر بيسال كذا، يبقى الجروب ده تمام. لقيت كل الجروب اعلانات مدرسين فقط لا غير ومحدش بيتفاعل عليها، يبقى الجروب ده ولا ليه اي لازمه. طيب هل انا الجروب اللي هو المفتوح فيه النشر واللي ملوش لازمه، هل ده جروب مش مفيد؟ ما ممكن انت تستغله في زياده الريتش بتاعك، بمعنى روح اعمل عليه مواضيع متفاعله يتفاعل معاها الناس. تمام. وهتبص تلاقي نفسك الريتش بتاعك بدأ ايه؟ بدأ يزيد. يعني ممكن تستغل جروب زي كده، جروب ملوش لازمه، تروح حاطط عليه بوست بحيث الناس تتفاعل. في بوست سهل جدا وتافه جدا وبشوف واحد بيعمله، تمام، وبياكل مع الناس. يعني مثلا يقول لك انا مدرس رياضيات، وسيادتك مدرس ايه؟ تدخل الناس انا بتاع انجليزي، انا بتاع فاهم. هو بوست ملوش اي 30 لازمه. تمام. لكن في النهايه هو عمل تفاعل لصاحب المنشور، يعني اللي استفاد بيه مين؟ هو صاحب المنشور. تمام كده. فلازم بد ان هو يكون ليك ريتش على الفيس. لو ما عندكش ريتش على الفيس انسى. مش هتلاقي حد يعبرك، لانه ما شافش اصلا اعلانك عشان تكون في الصوره يعني. تمام. طيب نبدا هنا. عندي هنا الفيس. نفتح الفيس. طبعا الفيس ده انا عامله عشان ايه؟ آه للتعلم يعني. تمام. واروح رايح على المجموعات. اروح رايح هنا على المجموعات اهو. تمام. طيب احنا واعمل هنا استكشاف. تمام. طيب اهو. ليه بقى انت لما بتدور على جروب خاص بالتدريس تلقائي وطبيعي بيجي لك الايه؟ الجروبات. طبيعي بيجي لك الايه؟ الجروبات. يعني لو جيت هنا رحت كاتب هنا قلت تبحث عن ايه بقى؟ تقول هنا بتاع ده. مش هقول بقى مدرسين اونلاين او بتاع، لا انا هكتب الكلمه بتاعت السفاره. تمام. او ابناؤنا بالخارج. مش او طلاب السفاره. طلاب السفاره وادور اهو. ده من الجروبات. ابناؤنا في الخارج ده على فكره الجروب ده عليه ناس كتير جدا وحلو جدا. تمام. مشكله الجروب على فكره، الجروب ده في البدايه سبحان الله كان متاح فيه النشر، يعني كان الراجل صاحبه ده فاتح فيه النشر، وبعد كده قفل الموضوع ده وبقى بيعمل، يعني انت عايز تعمل دعايه عليه، بيطلب منك فلوس يعني. بس ما اعتقدش فلوس كتيره، يعني تقريبا الاعلان 50 100 جنيه في الرينج ده، الله اعلم.
تمام، بس هو كويس. طيب انا مش عايز، زي ما قلت لكم انت مش شرط انك تعمل بوست، زي ما قلت لك انت شغال بقى على التعليقات، شغال على التعليقات. طبعا في امور دعايه كتير، يعني زي مثلا الاكونتات الوهميه اللي انت بتدخل تشكر في فلان، تشكر في مش عارف ايه. ده اسلوب من اساليب الايه الدعايه. شوف انت عايز تفضله تعمل لك اكونتين ثلاثه يشكروا فيك. الكلام ده كله موجود. يعني مثلا في حد يسال مثلا عن مدرس فلان، تروح داخل بالاكونتين او الثلاث اكونتات، او فلان ده كويس، ده فلان ده كويس، ورشح فلان. الحاجات دي برضو ان في ناس بتاكل يعني بيضحك عليها بالمواضيع دي. تمام. طيب انا هنا هضغط هنا انضمام، وهضغط هنا زياره. بصوا شايفين اهو، ايه جراءة التسويق، هقدم لبنتي. شايف كل ده؟ دول اولياء امور. اذا ده الجروب ده فيه خير. كل ده اولياء امور، يبقى ساعتها الجروب ده ايه؟ فيه خير. تمام. ما يضحكش عليا بحته على فكره الجروب مثلا يعني جروب اهو، دي هنا 2 73 ده ابناؤنا حول العالم اهو. ماشي، انضمام. تمام، عرض. تمام، اكتب شيئا. مفتوح فيه النشر. مفتوح فيه النشر، ما تنتظرش منه حاجة قوي يعني. تمام. بص بقى على الإعلان. تمام. إعلان. فين أولياء الأمور؟ إعلان. إعلان أهو. ما فيهوش خير. إعلان. فين أولياء الأمور؟ تمام. طيب تيجي مثلا هنكتب كويت بتاع ده. هنكتب مثلا إيه؟ بلاش كده، هنكتب كويت. كويت مثلا، ونشوف. طيب دروس. ماشي، دروس في الكويت. دروس في الكويت. ما جابش برضه. طيب. طيب الاكونت ده عشان جديد ممكن ما يكونش فيه لينك، لكن طول ما انت بتبحث هتبص تلاقي الموجود ده. كان في جروب. ممكن الجالية المصرية في الكويت. الجالية. حلوة كلمة الجالية. الجالية المصرية. الجالية المصرية في الامارات. الجالية، اكتب الجالية المصرية بقى وعيش. تمام. طيب الجالية المصرية. طيب الجاليه المصريه ده جروب حلو مثلا ماشي. خش انضمام زياره. انا دلوقتي عايز اعرف في خير ولا ما فيهوش خير اهو. اروح رايح ضيق على البحث، اروح كاتب فيه مدرس رياضيات، وادور. وادور. ماشي. في حد طالب؟ بص اهو. لو في حد طالب يبقى خير، لكن اعلانات وبتاع فكك، يعني مش هتاكل منه عيش. ماشي. كله طالب. ماشي، يبقى ايه؟ ما تمسكش فيه قوي. تمام. الجاليه المصريه. كان في جروب كده كويت ومش عارف ايه وبتاع، برضه ما كانش ليه لازمه. تمام. كل ده الجاليه المصريه، دور فيه. تمام. ثواني كده اشوف لكم كمان جروب. تدريس خصوصي في الكويت، السعوديه، قطر. تدريس خصوصي كان اسمه تدريس، ايوه، تدريس اهو. رغم ان اسم الجروب الكويت ولا يعرف حاجه عن الكويت. تدريس خصوصي. يبقى دي طريقتك. خصوصي في الكويت. مش عارف ليه مش عارف يجيبها، مع ان ده اسم جروب.
وموجود على فكرة. تمام. طيب يبقى احنا كده عرفنا ندور على البتاع. في كمان فكرة حلوة اهي، هدي لك فكرة حلوة. تيجي على البحث العام، في البحث العام في الفيس اهو، تروح داخل عليه وتقول ايه؟ مطلوب، يلا مدرس رياضيات اهو. تمام. طيب مطلوب مدرس رياضيات، وروح داخل ضغط على كلمة المنشورات. تمام. وتروح رايح على اللي فوق دي كده اهي، وتيجي تختار تقول له ايه؟ احدث المنشورات، عشان ما يجيبلكش حاجة قديمة قوي. تمام. عرض النتائج، عيش. تمام، عيش. طيب لقيت واحد بيقول لو سمحتوا انا عايز مدرس كذا في جروب كذا، خش على جروب وايه؟ خلاص، يبقى الجروب ده فيه خير. خش عليه وايه، وادخل على الجروب وبتاع ده، وشوف والتحق بيه، وهيكون منه خير ان شاء الله. تمام. اهو. طبعا في نقطة مهمة طبعا، ان انت اي حاجة خاصة بمصر ابعد عن مصر. في التدريس الاونلاين ابعد عن الناس اللي قاعدة في مصر، بتاع ده هيوجعوا قلبك ومش هيدوك حاجة. فانت يعني حاول تدور بره. تمام. النقطة اللي بعد كده، انت في نقطة كمان مهمة. ممكن أسأل حضرتك سؤال بعد ما حضرتك يا دكتور؟ اه، اتفضلي. بالنسبة للمناهج بتاعت اللي هي دول الخليج بقى، اللي هي المناهج افادني بتاعت افادني جروب، السعودية بص اهو، جروب افادني. تمام. جروب افادني ده عامل المناهج في كل حاجة. ماشي. تمام. أنا ما عنديش خبرة في المناهج، يعني ما لسه أول سنة أدرس أونلاين وما عنديش خبرة في المناهج. هل هقدر إن أنا أدرس السنة دي المناهج دي لو بصيت عليها كده، ولا محتاجة شغل كتير؟ تفرق دي كتير عن حسب المناهج المصرية؟ بصي، عايز اقول لك حاجة. انا يعني دي حسب طبعا القدرة العلمية. انا مثلا المنهج ممكن ياخد في ايدي ساعة، اي منهج في الرياضة. تمام. لان انا وصلت للمرحله دي، اللي انا كم معلومات متراكم، كم معلومات متراكم، فاصبح اي منهج عندي ما بياخدش في ايدي حاجه. ماشي، بسبب المعلومات المتراكمه. هل انت عندك تراكم معلومات؟ لو ما عندكيش تراكم معلومات هتضطر انك تعملي لنفسك تراكم معلومات. كل بقى مع الوقت انت بتذاكري، بتاخد معلومه، هتلاقي الامور دي بالنسبه لك اسهل. في بدايتها اكيد صعبه. ماشي. افادني اهو، واكتبيها بالعربي. افادني ده عامل على السعوديه، عامل الكويت، عامل كل المناهج، حتى سوريا هتلاقي برضه مناهج افادني فيها. افادني. تروحي اي الافضل كمان انك تدوري في التليجرام اهو، في افادني قطر، الامارات، الكويت، السعوديه، عمان، اهو كل ده افادني. ماشي. هتلاقي كمان على افادني مش كتب وبس، هتلاقي كمان ملخصات. ماشي. اهو جروب على التليجرام، وهم عاملين كمان على فيسبوك، بس الفيسبوك عندهم مش متفاعل، اللي متفاعل التليجرام. ماشي. اهو كل دي. تمام. اللي عايز اي منهج عربي افادني، هتلاقي عليه كل المناهج. ماشي. طيب حد مم. هيسأل اجيب الطلبة العربي ازاي؟ تمام. في طلبة عرب بتاخد اونلاين، في طلبة عرب بتاخد اونلاين، بس بسيط، وغالبيتهم بيبقوا سعوديين. تمام. لكن الاونلاين اللي اكتر الناس اللي بتتعامل مع الاونلاين مش الطلبه الخليجيين. ماشي. فما تجروش ورا يعني حاجه ممكن بعيده. اكتر ناس بتدور على الاونلاين هي الجاليات الفقيره، زي المصريين، زي السوريين، ممكن تلاقي يمنيين، ممكن تلاقي الناس دي اللي هم مش عايزين يدفعوا فلوس، فبياخد الاونلاين. مش علشان خاطر ان الاونلاين كويس، لا، عشان خاطر ان الاونلاين بيوفر له او متعود عليه. الجاليات المصريه، الاونلاين مش وليد اللحظه. الاونلاين مش مثلا من ايام كورونا، لا، الاونلاين من زمان. ده عشان طلاب السفاره
متعودين على النظام ده. فالجاليات المصريه في السعوديه بالذات متعوده على موضوع الاونلاين ده، ومش في السعوديه وبس. تمام، لان طبعا طلاب السفاره في كل مكان. ممكن يكون الطالب اللي عندك يكون في اوروبا، موجود في اوروبا عادي جدا. تمام. بس هو منهج سفاره، فطبعا هو مضطر للاونلاين. مضطر للاونلاين ليه؟ لانه ما عندوش مدرسين في البلد الاوروبيه اللي هو قاعد فيها. تمام. طيب في نقطه هنا بتاع ده ممكن نتكلم فيما بعد لما نتكلم على التسعير بتاع الحصص. احنا هنا دلوقتي نفتح السؤال في الدعايه والاعلان، ماشي، وبعد كده نتكلم في التسعير، تسعير الحصه. مين اللي عايزك يسال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب انا عايزه اسال حضرتك بالنسبه للانترناشونال، لما يجي مثلا منهج انترناشونال، مثلا حد يطلب مثلا درس اونلاين انترناشونال، مثلا هو في السعوديه بس عايز منهج انترناشونال، او في اي بلد يعني عامه، وطلب مني انترناشونال اه ان انا ادي ماس اونلاين، بس هو منهج انترناشونال. تمام. ايه إيه؟ الجروبات اللي ممكن تفيدني في كده؟ وعايزه اعرف يعني هو انا اصلا خدت السنه دي اول مره اخد، يعني اول مره ادي انترناشونال. اديتها سنه قبل كده بس من حوالي 4 5 سنين، واديتها السنه دي البنت في جريد 7. طيب يعني بدات معاهم في السعوديه بمنهج بص، جريد في 7. نقطه مهمه. ولي الامر م- بتاع ده هو جاي لك، تمام، وعارف انك مش خبره. تمام. م. فهو ممكن يجيب لك المنهج، دي نقطه. تمام. النقطه اه، الثانيه، انت عايزه تجيبي المناهج بنفسك، بحث في البتاع ده على السيرش، تمام، في التليجرام او على الجوجل هتجيبي المنهج. انا ماشي. انا وفي دورت على مناهج، المنهج ودورت المناهج على الشتات كتيره ليه، ما على عرفتش فكره. اوصل له خالص. ايه؟ يعني المنهج دورت عليه، يعني هو اداني اسم الكتاب بتاعها، ودورت عليه ودورت على شتات مثلا ليه وكده عشان اديها شتات اكتر ليه. ما عرفتش اوصل لشتات او مثلا وهو هنا حاجات ليها تفيدها تساعدها. الانترناشونال مناهجهم كتيره، واسماء الكتب عندهم كتيره. تمام. صح، ايوه فعلا. اه تمام. مم. فاديني اسم الكتاب ابص لك عليه، هل هو موجود فعلا ولا لا؟ يبقى ابعت لي خلاص اسم ماشي. الكتاب. ماشي. خلاص ماشي، طيب ممكن ابعته لحضرتك. في حد ليه سؤال تاني؟ دكتور بعد إذن حضرتك لو مم. سمحت. تحت امرك. دلوقتي أنا عملت صفحة على الفيسبوك، تمام، لسه مم. جديدة طبعا، مكتوب عليها اسمي وكل حاجة. بس طبعا الفولورز قليلين، العدد قليل، الناس اللي موجودة عندي على الفيسبوك قليلة. بعد كده ايه المطلوب مني ان انا ابدا اعمله في الصفحه علشان يعني تطمن الناس شويه او تديهم تطمن خلفيه الناس كده من شويه. الشخص ده؟ اه انا اه فاهم. يعني. تمام. تمام. اول حاجه تقبلي صداقات. تمام. تمام. تقبلي صداقات كتير بحيث يبقى عندك اصدقاء على البتاع كتير. بس زي ما قلت لك حاولي ايه تصفي الموضوع الصفقات. تاني حاجه بقى التفاعل بقى. منشورات تنزل، منشورات تنزل. ويا ريت عن الماده، يعني دي تبقى حاجه جميله. ماشي. وما منشورات تكتفيش. ولا فيديو؟ يعني فيديو اهم ولا كل المنشورات اهم؟ حاجه. بالمناسبه صحيح، دي نقطه انت بتاع. في الدعايه رقم واحد في الفيس اكتر حاجه بينشرها هي الصوره، يليها المنشور الكتابي اللي هو المكتوب، الروابط يليه الفيديوهات، اخر حاجه الروابط. هو الفيس ما بيحبش روابط، ما بيحبش نشر روابط، فحاولوا تقلوا منها يعني. ان الروابط دي تقلوا منها، يعني ايه؟ تخلوا مثلا ايه يا جماعه، تروح منزلين مثلا ايه الشيت ده صور، اللي عايز اللينك او اللي عايز الرابط يتواصل معايا خاص، وابعتي له الرابط زي ما انا بعمل كده. ماشي. انا ما بحطش رابط على الصفحه بتاعتي، حطش روابط. اللي عايز رابط يتواصل معايا خاص وابعتها له. لان الروابط من الحاجات اللي بتقلل الريتش بتاعنا على الفيس. تمام. بالمناسبة الفيديو تمام. مهم جدا، لان الفيديو بتاع ده بيجيب شغل. يعني انت ممكن يجي حد كده، انت عامله شرح حاجه وحطها عندك على الصفحه، حد يشوفها يتواصل معاك يقول لك انا عندي ابن كذا كذا عايزك تديله، هو مقتنع بيك شخصيا. تمام. فمهم جدا ان احنا شغلنا يكون موجود على، مش صفحة شخصية، على الصفحة الشخصية وصفحة انا عاملها خاصة بالمادة بتاعتي، يبقى اتنين بيعملوا لي دعاية، صفحتين بيعملوا لي دعاية، مش صفحة واحدة. تمام. في تمام. في سؤال شكرا تاني؟ لحضرتك. شكرا. العفو. ما دام ما فيش السلام اسئلة عليكم. نخش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، طب ازاي اقدر احدد سعر السيشن او ابدا ازاي، لان الناس لسه كده. احنا التسعير، عايزه حضرتك تتكلمي في التسعير صح كده؟ بالنسبه لسه مبتدئه، ايوه. ده انا لسه هتدخل اتكلم فيه التسعير. حد عايز يتكلم حاجه في الدعايه او يسال حاجه؟ ايوه مستر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه ايوه. الله وبركاته. لو سمحت، هي نقطة يعني ايه حساسة شوية يعني. اللي انا شغال في مجال التدريس بقالي طبعا الحمد لله 10 سنين دلوقتي، مم. وشغال اونلاين برضه. بس انا من سنتين كده شغال مع التدريس نشاط تاني، مجال تاني يعني. مم. المجال التاني برضه هو كمان محتاج دعاية على الفيسبوك، وعندي برضه صفحة بشتغل عليها وكده. بس الصفحة الشخصية بتاعتي يعني أنا جيت الفترة اللي فاتت مثلا كنت بنزل بوستات دعاية للشغل، سواء مم. الاونلاين او الاوفلاين، فاهمك. وفي فاهم. نفس الوقت بنزل دعايه للمجال لا، التاني. صاحب بالين كداب، افصل ده عن ده. ايوه، الحته ديت انا بقالي 15 20 يوم كده بفكر فيها، بحيث لا 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 لا، صاحب بالين كداب، افصل ده عن ده. ماشي. ولي الامر طيب مش حلو كده. عايز يدخل صفحه وعايز يدي ابنه درس فيها يلاقيه شغال حاجه تانية خلاص. دي طب انت حاجه. نصيحه اه حضرتك كده، دي حاجه نصيحه موجوده، مش حضرتك هقول كده لك مش في اخصص. الاونلاين، دي حاجه موجوده في الحياه العامه. لا أيوة، مؤاخذه في الكلمه، الطالب لو لقاك انت بتدي دروس في البلد ولقاك مثلا شغال على تاكس، انسى، انسى انه يروح لك. تمام. دي حاجه موجوده اصلا طيب عندنا كمصريين يعني. ما عندناش احنا الفكره دي. الفكره يقول لك لا يا عم تمام. ده ملوش في الدروس، ما مش بتاع دروس، لا سيبك منه، فما ينفعش. هم. ال- طب ازاي افصلها من وجهه لا، اعمل نظرك كده؟ صفحه خاصه بالنشاط بتاعك تاني، ده بعيد عن تمام. ده. ماشي، صفحه كده لوحدها خاصه بالنشاط بتاعك. تمام. والاكونت بتاع وابعد يعني افصل الخاص. النشاطين عن بعض. افصل النشاطين عن بعض. بالمناسبه ممكن خلي صفحتك الشخصيه لكلامك العادي، حلو الكلام، حلو. واعمل صفحه لدي وصفحه لدي ونشط دي واشتغل على دي. انا هنا ليه تمام. بقول الصفحه الشخصيه مع الصفحه الثانيه؟ علشان الاثنين بيدعموا بعض. بالمناسبه انا عندي صفحه على الفيس، تمام، اسمها درس بلوش. الصفحه دي ما بقرب لهاش، يعني لو دخلت عليها هتلاقي ان بقالها فوق اكتر من سنه ما نزلتش فيها منشور، اكتر من سنه. امم. تمام. ورغم ذلك الفيس بيعرضها لي على امم. الناس. تمام. ده بسبب ايه؟ بسبب نشاطي على الاكونت الشخصي على بتاعي. على- الاكونت الشخصي بتاعي متفاعل، فهو بيعرضها من نفسه. تمام. بالمناسبه بقى، اللي عايز تمام. يعمل اعلان ممول او بتاع ممكن يعمل على الصفحه، يعمل اعلان ممول. ممكن يفكر في الموضوع ده. الاعلانات المموله ممكن برضو تجيب نتيجه، بس اهم حاجه اللي يعملها يبقى فاهم هو بيعمل ايه، لان ممكن تمام يا تبقى استاذ. فلوس على الفاضي. تمام. مم. بس طبعا ما تعملش تمام. اعلان ممول وانت لسه صغير، مش هيعمل اي حاجه ولا ليه لازمه. ماشي. لازم تبقى تمام. قوي الاول، ولازم تبقى واثق في مادتك وواثق في قدرتك، ساعتها اعمل اعلان ممول عشان يزودك. تمام. تمام، طيب. الله يبارك لك، الله شكرا. يخليك يا حبيبي. في حد عايز سؤال تاني؟ ايوه يا دكتور، بعد اذنك تحت عايز امر. السؤال. تحت امر. حضرتك انا ليا صفحه على الفيسبوك، بس بصراحه انا ما بقعدش عليها كتير وماليش مم. تفاعل عليها كتير. ليا اصدقاء كتير جدا وناس كتير جدا بتحبني، بس اللي هو انا ما بتفاعلش عليها كتير، فبالتالي ما بتظهرش لحد. هل حضرتك، اقدر ازود الناس تشوفها؟ ما هو بتفاعل حضرتك في حاجات. يعني عايز اقول لك مثلا ايه، هل صليت على النبي اليوم؟ او بوست اهو. لا، ما تمام. بنشوفش انا الحاجات دي. دي بوست اه، من انا البوستات شايفه اهو. بس. ده بيزود الريتش. ايوه اهم حاجه تفاعل، يعني والله. تعملي منشور وحد يتفاعل عليه علشان خاطر جدا. تعليقاتك واللي انت بتعمليها واعلاناتك والدعايه بتاعتك الفيس ينشرها لك، الفيس يزودها لك. تمام. طول ما ايوه انت مفيش تفاعل مش هينشر لك حاجه. بالكتير واحد او اتنين او ايوه تلاته او اربعه وخمسه هم اللي هيشوفوا بالظبط. الم... كان ال... كان اه الاول كنت شغاله بصراحه عليه، وكان في تفاعل عليه كتير. بالظبط. بس زي ما قلت بتاع ده الفيسبوك بيحب صاحب المنشور الاول، ده بيعمل له يعني اكتر من اللي هو اللي بينقل وبيعمل كوبي بيست. ده ما بتاع ده بيبقى فيه تفاعل. ما بضيفش والفيسبوك بصراحه غير اللي انا اعرفه. تمام. يبقى حاول فانا لازم اضيف.
بالضبط، لازم تمام. حاولوا دايمًا إن في المنشور حضرتك برضه قُلت حاجة إن أنا أعمل منشور أعمل منشور عن المادة العلمية، عن حاجة خاصة بالكيميا عمومًا والّا لطلبة مثلًا الثانوية أو طلبة تانية ثانوي أو بُصّي الكلام ده، حضرتك، درس؟ أي منشورات تجيب تفاعل، أي منشورات بقى عايزة تعمليها عن الكيميا البتاع عايز أي منشورات تعمل تفاعل بس، تمام، تمام؟ مع بس. صفحة خاصة أدعي عليها الناس برضه. بالضبط، الصفحة تمام، ممكن الصفحة الخاصة تعملي عليها شغلِك وينزل شغلِك حلو الكلام، وطول ما أنتِ بقى إيه، أيوه، الصفحة بقى مش شغلِك وبس، يعني تفيدي الناس، أيوه، يعني الصفحة ما تبقاش شغلِك وبس لأ، تنزّلي لهم ملازم، تنزّلي لهم كذا، تمام، يبقى صفحة تمام، الناس تمام، بتستفيد منها، فتروح يبقى فيها أيوه تفاعل. فهمت، التفاعل ده هي يعني من هنا وهنا هتبُص تلاقي إعلاناتِك بدأت تتشاف والناس بدأت تشوف إيه إعلاناتِك، وزي ما قُلت اعملي لِك تمام، قاعدة بيانات، يعني إيه نعمل قاعدة بيانات؟ أي حد أروح أكلمه على الماسنجر خلاص يبقى ده أصبح ده ولي أمر أنا عارف إن أنا فيما بعد هانزّل الدعاية بتاعته، ممكن السنة الجاية يغيّر رأيه والمدرس اللي معاه ما يعجبوش، وأنا أنزّل له أيوه صح، الدعاية بتاعتي فإيه، يكون معايا، فدي حاجة مهمة. تمام، ها، في حد خلاص عايز تمام. حاجة؟ طيب بالنسبة بعد إذن حضرتك إمم. في كورسات باخدها مش عارف إيه الحاجات دي برضه بانشرها على الفيسبوك، يعني طبعًا أنا أنتِ باخد كورس بُصّي أخدت كورس تأهيل الفيس تربوي قبل كده والكورس ده طبعًا، طبعًا. تمام، اللي عارفة الديباجة اللي هي بتاع ده أنا شغّالة في كذا، أنا مش عارفة إيه، يعتبر الCV بتاعِك، الفيس ده يعتبر أيوه، الCV بتاعِك. لو أنتِ واخدة تمام، بقى كورسات، واخدة مش عارف إيه، كلام زي كده، ولازم تكتبي، تمام؟ تمام، تمام، ماشي، في شكرًا حد ليه لحضرتك، سؤال؟ ألف شكر. العفو. نخش على التسعير والّا حد ليه سؤال؟ طيب، ندخل على التسعير. تسعير الحصة، إزاي أسعّر حصتي؟ طيب، أول حاجة لازم أسأل نفسي، ولي الأمر جاي لي ليه؟ تمام؟ في ولي أمر قبل ما أدخل بالمناسبة صحيح أنا ما وريتكمش اللي هي بتاع ده الأكونتات الfake والناس اللي هي بتعمل إعلانات fake إعلانات مزيفة تمام، والناس اللي بتعمل المعلومات المزيفة بُص مثلًا حاجة زي كده أهو حد طالب، أهو حد طالب، فدي حاجة كويسة. في بقى اللي هي في أكونتات أجنبية بتدخل على الفيس وبتدخل على الجروب ويشوف أكتر المنشورات عليها تفاعل وياخدها copy paste تمام، لأن هو عايز التفاعل ويبدأ أول ما الناس تدخل وتعلق على المنشور يبدأ هو يبعت لينكات تليجرام اللي هي بتاعت بقى إيه شغل التعدين وشغل النصب بتاعهم ده اللي هو آه، بتاع ده ترجم لي وبعد كده لأ ابعت لي $50 عشان ابعت لك الفلوس بتاعتك والشغل بتاعهم يعني. تمام. طيب يبقى أنا أول حاجة قبل كل شيء اللي طالب لازم أخش على البروفايل بتاعه وأشوفه، أخش على البروفايل بتاعه وأشوفه البروفايل بتاعه عليه تفاعلات ولا لأ، لو مش عليه تفاعلات أبدأ أشك شوية وأبص على الاسم تمام، أبص على الاسم أدخل هي طالبة تمام، أشوف هي هل ده أول منشور ليها في الجروب ولا مش أول منشور، أروح داخل على اسمها أهو ده أول منشور ليها في الجروب تمام، أروح رايح على عرض الملف الشخصي أبص هي قافلة ملفها، لو مش قافلة أشوف الدنيا فيها إيه، لازم قبل ما حد يكلمني على فلوس أو كلام ده أبقى واخد بالي هو إيه، عشان لما أجي أطلب فلوس أبقى عارف أنا بطلب كام. تمام، هو اختفوا ليه؟ ده كانوا كتير جدا يعني. بصوا أهو جويفول سوربرايز ماشي. طيب عرض الملف الشخصي بتلاقوا مثلا أشكال من جنوب أفريقيا ده فكوكي منه
تمام. طيب ده هنا مش واضح قوي، بس الاسماء الاجنبي دايما لا تثقوا فيها. ماشي، شوف ده كده، شايفين الصورة دي هنا ايه؟ ده اكونت غريب، يعني ده اكونت من ناس بره مصر. ده زي ما قلت لكم، الناس دي بتدخل تاخد كوبي من بتاع ده، المواضيع الرائجة في الجروب، وتبدأ تعمل عليها بتاع ده. طيب في ايه تاني؟ يبقى اللي يقول لك $5000 فكك منه. تمام. مفيش حاجة اسمها في الاونلاين $5000. اللي يقول لك الحصة 100 ريال، مفيش حاجة في الاونلاين اسمها حصة 100 ريال. ماشي. الارقام العبيطة اللي بزيادة دي على طول فكني منهم. ليه فكني منهم؟ علشان خاطر بتاع ده، بتبقى اعلانات غير حقيقية. طيب بالنسبة بقى لتسعير الحصة، تسعير الحصة رقم 1 بالمنهج. تمام. مفيش حد يجي لي يقول لي امريكان واقول له الحصة ب50 جنيه. تمام. لا يعني فتمام، يوم ما اكرمه امريكان، يوم ما اكرمه الحصة ب200. ماشي، يبقى انا كده كرمته. مفيش حد يجي يقول لي بتاع ده منهج اي جي اللي هو البريطاني ده، ويجي يقول لي نفس الكلام، يقول لي 100 جنيه. لا، اقل حاجه 200 جنيه، يبقى انا كده كارمه كمان اخر كرم. ماشي. طيب يبقى بالمنهج. طبعا اقل سعر في المناهج هو طبعا المنهج المصري. تمام. وصاحبه ما بيدفعش، يعني انت لو طلبت منه 200 جنيه ممكن يقول لك لا شكرا. طيب النقطه الثانيه في التسعير، هو الراجل جاي لي ليه؟ اللي عايز ياخد عندي درس، ياخد عندي درس ليه؟ تمام. ممكن يكون عايز ياخد عندي درس عشان ياخد سعر حصه قليل، يبقى انا لو قلت له 200 انا ما بطفشه. هو اصلا مش جاي لي عشان خاطر ال 200. تمام. هو جاي لي علشان يسمع ال 50، يسمع ال 70، يسمع ال 80. هنا بسأل نفسي، هل ال 50 مناسبه معايا ولا مش مناسبه معايا؟ هل انا فاضي وال 50 دي حلوه بكتسب بيها خبره واديني باخد فلوس؟ تمام. ولا لا، ال 50 دي ما تناسبنيش، خلاص يبقى ساعتها ارفض. في ناس بتبقى كده. بالمناسبه احنا طبعا يعني معظمنا ناس ريفيه ولها اصول ريفيه، وعارفه ان الارياف الشغل فيها صعب، والدروس فيها صعبه، والاسعار فيها صعبه. تمام. فبيبقى المغترب بيبقى ريفي، يعني هو بيبقى جاي من الريف وعنده قناعه ان التدريس، اهل الريف عندهم قناعه كده ان التدريس ده ما بيدفعش فيه فلوس. مهنه المدرس ده يا راجل بيقول شويه كلام، يعني يوم ما نديله شهر من 3 شهور يبقى كده زي الفل. اه يوم ما يديني في الحصه، يعني لو بص هم بيدفعوا شهر وياكلوا شهرين، معروفه كده. ويا سلام بقى لو انت منهم مش هتشوف مليم. ماشي. فطبعا الشخص ده هو اللي مسافر بره، يعني هو راح السعوديه وقعد هناك ومعاه فكره، فما تتخيلش ان هو يديك فلوس. هو بنفس الاسلوب. فبيعمل ايه؟ يروح يدور على اللي هم حديث التخرج، الستات بتاع ده، يروحوا يدوروا على حديثين التخرج عشان كده، عشان يديهم 100 200، ممكن يديله 200 في درس برايفت. تمام. بيدوروا على الاسعار دي. فانا هسال نفسي هو جاي لي ليه؟ تمام. طب هل انا عندي استعداد اديني بسلي وقتي وعندي استعداد اللي انا مش عيب، عادي اقبل مفيش مشاكل، لانه لو قلت له 100 مش هيجي، هيدور على غيره. وللاسف الشديد عشان تكونوا عارفين ان مهنتنا عرض وطلب. يعني ايه عرض؟ اي مهنه في العالم عرض وطلب، واحنا عدد المدرسين كتير جدا، عدد المدرسين كتير جدا. طب انت عايز تعلي من اجرك، لابد انك تميز نفسك. يعني ايه تميز نفسك؟ يعني انت دلوقتي شغال رياضيات عربي مثلا، ما هو في كتير شغالين رياضيات عربي،
بدأت تميز نفسك سن، هروح اشتغل ماس، هتبقى عدد المدرسين هيقل، فتبدأ تاخد رقم كويس، رقم اعلى. طب لا، ده انا بقى اروح اشتغل بتاع ده مناهج مثلا امريكان او بريتش او الكلام ده، يبقى انا عدد المدرسين اقل اكتر، اذا انا هميز نفسي اكتر. فعشان طبعا خاطر تميز نفسك في الاجر، لابد انك تميز نفسك في المنهج. دي نقطة تميز نفسك في المنهج. طيب الرينج التدريس في الحصة البرايفت المتوسط $2. متوسط $2 يعني كام؟ يعني 50، يعني 100. اذا انت تدور في المنهج المصري حوالين ال100 جنيه، تلف بقى حواليها، تقول 150، تقول 80، تقول 200. انت ايه؟ انت ونصيبك زي ما قلت. هو جاي لك ليه؟ تمام. في نقطة مهمة، انت راجل دلوقتي بتدي واحد تمام ب200، ممكن الواحد ده يقول لواحد، يقول له انا باخد عند فلان ب200، تمام، فما يجي لك ما تقولوش بقى 300، تقول له 400، تقول له انت جاي منين؟ مين اللي قال لك عليا؟ مين اللي دلك على طريقي؟ دلك على طريقي فلان. خلاص فلان، والله انا كنت بديله ب200، بس انا خلاص دلوقتي الاسعار زادت، فهتبقى دلوقتي الحصه بتاع ده ب250. تمام، تفهمه ان هي كانت كذا، علشان خاطر لو قلت له 250 تفقد المصداقيه، انتهت. هو جاي وعامل حسابه ان هو هيديك ال200، تمام، فانت تقول له 250، لا انت كده فقدت المصداقيه. تمام، فانت اول حاجه تسالها انت جاي لي منين؟ والله انا شفت اعلانك. خلاص، انا شفت اعلانك، ده يبقى هو مش جاي لك من طرف حد. ساعتها بقى قول اللي انت عايزه. تمام. واحنا قلنا ان رينج الحصه البرايفت بقى ايه؟ حوالين $2. سواء طبعا ما ساويش المنهج ما ساويش منهج خليجي بمنهج مصري. منهج الخليجي لابد ان انا اخد اعلى فيه من المنهج المصري. طيب احنا اتكلمنا في التسعير، في حد عنده سؤال؟ ال- الحصه بتاعته بتبقى الرينج بتاعته كام؟ حضرتك قلت بالنسبه للمنهج المصري لو هو برايفت لوحده. حوالين $2. حوالين طب لا $2. اعرف منين بقى؟ يعني انا افهم منين اللي قدامي؟ يعني مثلا ساعات في ناس بتيجي مجرد ان هي تسال عشان تسال مثلا مدرسين كتير وتعرف ارخص سعر وبتروح. ثبتي لنفسك سعر، مش حاجه اسمها. بص، ثبتي لنفسك سعر. تمام، في بدايات طبعا، في البدايات ما تعليش قوي، بحيث انك تبداي تعملي امم ده. خلاص الدنيا مشيت معاكي، فهمت الدنيا، اعملي لنفسك رينج ثابت. تمام. امم وبالمناسبه في نقطه مهمه في الاونلاين. ايه هي النقطه المهمه في الاونلاين؟ ان انا ما ببطلش دعايه. ليه؟ لان الاونلاين، طالب الاونلاين مش مستمر. خلي بالكم. يعني ايه مش مستمر؟ يعني ممكن انت بتدي النهارده السنه دي 10، ممكن ما تشوفهمش السنه الجايه. تمام، ده عادي، ده امر عادي وطبيعي جدا. ماشي. ليه بقى؟ بيشوف حد اقل في السعر، لان طبعا بتاع ده المنافسه شديده جدا. بدل ما يدفع لك 100، لا، ما هو شاف حد ب50 والدنيا ماشيه عادي. هو عارف انك شاطره، وعارف انك كويسه، وعارف انك تستاهل ال100. طب انا ليه ادفع ال100؟ اروح ادفع ال50. تمام. فانا لابد ان انا اكون على طول الدعايه بتاعتي شغاله، ما بطلش. تمام كده. الاجابه تمام ولا في استفسار تاني؟ لا تمام، جزاكم الله خيرا. طيب تمام. في حد عليه سؤال تاني ولا كده خلاص ونقفل؟ دكتور بعد إذن حضرتك، تحت امرك. هل اللي لسه بيشتغل لأول سنة في الأونلاين ممكن يعني تظبط معاه ويكون مجموعات، ولا ده بيحتاج وقت وخبرة والواحد يعني يدوس في تكوين المجال أكتر؟ تكوين المجموعات. تمام. لابد انك تكوني صبوره. بمعنى جالك طفل، ماشي، والطفل ده مم. هتعملي بتاع ده، هو عايز مجموعه وانت ما عندكيش طلبه، ابدأي معاه. انت بتدفع يا ابني كام في المجموعه؟ بدفع 100، خلاص اشتغل معاه بال100. تمام، لحد لما يجي واحد تاني يدخل المجموعه، يجي واحد تالت. هو ده بدايه شغل المجموعات، سواء اونلاين او برايفت. تمام. فالمجموعات على فكره تمام. كويسه حلوه، مش وحشه يعني. عايزه تشتغل برايفت برضه، عندك مبدأ، انا لا، انا اشتغل برايفت. انا المجموعات لا، ماليش فيها. فبتحط لنفسك سعر حصه. انا عايزه كذا.
هل هتقدر توفر لي دي كذا؟ ماشي. او بالمناسبه يعني وجبه مثلا، اقل وجبه في السعوديه ب 40 ريال مثلا. يعني الارقام اللي احنا بنطلبها في الحصص دي بالنسبه لاي حد عايش بره مش كبيره ومش مضلعه. تمام. فاحنا بنقول ليه نبعد عن المصريين او الناس اللي موجوده في مصر، علشان خاطر الناس هنا كان الله في عونها. لكن انا لما اطلب من اي حد شغال بره، اطلب منه مثلا 50 جنيه، 50 جنيه دول مش مكملين 4 ريال، يعني شويه بسكوت. حلو الكلام، لابنه. فمش قصه يعني. في حد عنده سؤال تاني قبل ما اقفل؟ طب معلش اخر سؤال. تحت وانا امرك. كنت بقول انا شغاله بقالي 10 سنين، وكله كنت شغاله بصراحه شغل اللي هو بحضور عادي، يعني الطلبه عندي وعندي ايوه، اوف مجاميع لاين. وعندي وليا. تمام. يعني اوفلاين عندي شغال الحمد لله، وعندي ناس ومعروفه في المكان اللي انا بشتغل فيه، تمام. والناس عرفتني وكده. لما جيت اشتغل بقى اونلاين، طبعا الاونلاين يعني لما دخلت في موضوع الاونلاين مع الحضور عادي، لا طبعا عدد الاونلاين عندي قليل جدا طبعا. فلما بقول لحد اونلاين بقول له ان انا اوريدي شغاله مثلا من كام سنه ومعايا اصلا حضور عادي، يعني هل ده اه، برضو بيبقى خبره ليا برضو؟ يعني بيفرق مع ولي الامر اللي بصي قدامي ان انا لما حضرتك. بقول له ان انا عندي. اه، بصي الاونلاين ميزته في ايه؟ ميزته ان انا ما بخرجش من البيت، يبقى مناسب لست البيت او مناسب للبنت بسرعه. تمام. دي نقطه. مم. تمام. لكن الاونلاين مناسب للي هم شغالين في الارياف، اللي هم سعر الدروس عندهم ضعيف. لكن لو انا عندي مجموعات في مدينه، لا الاونلاين مش هيكسبني. يبقى ركز في المجموعات. يعني انا عندي سنتر وعندي اقدر ازود الاعداد، مثلا بدي 5 6 7، ولو بتاع ده قدرت اللي انا او 10 مثلا، وقدرت اللي انا اشتغل على نفسي واخليهم 40 50، لا اللي هم اللي عندهم سنات شغل السناتر ده طبعا هو رقم واحد في التدريس. فانت لو عندك اعداد اوفلاين، حلو الكلام، شغاله في مدينه وبتاخدي سعر درس كويس وتقدري تزودي عدد، يبقى ركزي في الاوفلاين. ماشي. الاونلاين هنا مش هيبقى مجزي. تمام. هو رقم مم. واحد السناتر، هي دي اللي بتكسب. ما هو سناتر، وانا اصلا اوريدي شغاله في بيتي، بس يعني عندي مجاميع بسيطه، بس الحمد ما احنا لله قلنا يعني بقى، انا احسن، قلت الدنيا لك انا احسن قلت من لك انا الاول. اهو قلت لك لو ما فيش مش ما هو مثلا عندي مجاميع، المجموعه 5 6، الواحد بيدفع 100 جنيه، مم. يبقى انت لميتي في المجموعه كام؟ 700 جنيه، ولا حاجه بالنسبه للاونلاين. ماشي. مش انت لو اديت طفل واحد ب 100 جنيه الحصه، عملت 800 جنيه في الشهر. تمام. قارني بقى حضرتك هنا، انت مم. بتقارني بين ده وبين ده، واللي يكسب هو مم. ده اللي يبدا ياخد بقى من وقتك. ماشي. لقيت الاونلاين مم. بيكسبك اكتر، خلاص ابداي ايه، واحده واحده شدي بتاع ده، ما بتاع ده عايزه تشتغل الاثنين، بحيث ان يكون بتاع ده حاجه حصلت كده لا قدر الله هنا، لا قدر الله هنا، تبقى ماسكه العصايه من النص. دي حريه شخصيه. تمام. مم. ف... تمام. الاونلاين مش سيء. كيفيه استلام الفلوس، لازم يكون عندك حساب بنكي في البنك. لابد يكون عندك حساب بنكي في البنك، ولابد ان يكون عندك فودافون كاش او اي محفظه كاش. اي محفظه كاش. ولي الامر بيقول لك تقول له والله انا عندي حساب بنكي وعندي كذا، انت عايز تبعت على ايه؟ معظم المصريين بيبقى ليهم ناس هنا وبيبعتوا كاش، بيبعتوا على فودافون كاش او الكلام ده. وفي ناس بتحب تبعت على حساب البنكي، فانت تبقى تدي حريه شخصيه للاثنين. تمام. ده او ده. وطبعا ما تشتغلش قبل ما تستلم فلوسك. ماشي. ما تشتغلش قبل ما تستلم فلوسك. ليه؟ لان احيانا هنا في مصر التحويلات الخارجيه بتبقى متعبه شويه. يقول لك لا انت علاقتك بيه ايه؟ الحوالات البنكيه متعبه، لكن الفودافون كاش ده سهل. اي حد قريبه من هنا من مصر بيبعت له الايه، الفلوس. وفي ناس بتعمل محافظ
بتاع ده باسمها، وبتبقى في بره بتاع ده بتبعت من حساباتها بره، يعني لو حاطط فلوس مثلا، حاطط له فلوس كتير ويطلع وهو قاعد بره بيبعت لك، تبقى محفظته هو. فانت لازم تعمل الاثنين، ما تسيبش كده، ما تقولش بس محفظه كاش بس. وحتى لو عملت محفظه كاش تمشي الامور، بس انت لازم تعمل الاثنين. ها، في حد تسعيره الحصه؟ بص، الشغل هنا انا على فكره انا باخد مؤخر، انا ما باخدش مقدم. تمام، انا عن نفسي، لكن لا انصح بالكلام ده، ما بنصحش بيه. انت بتقول له مثلا انا دلوقتي قول له انا عايز فلوسي قبل ما اشتغل، والله بعت لك 4 حصص، بعت لك حصه، بعت لك 2، بعت لك 3، المهم يبعت وخلاص. في ناس بتبعت حصه بحصتها، دي انا اشتغلت بيها، يعني تدخل بتاع الحصه تبص تلاقي اتبعتت لك الحصه على طول. فدي بقى انت بتترك حريه الفلوس لولي تحويل الفلوس، انت مالكش علاقه بيها، بتترك حريه تحويلها لولي امر وما بتتدخلش فيها. ابعت لي بقى، عايز تبعت 8، تبعت 4، تبعت 2، دي بتاعتك انت، بس انا مش هشتغل الا لما بتاع ده اخد فلوسي. لما بيبقى في ثقه بينك وبينه خلاص انتهت بقى. تمام. ومعظم الناس بره كويسين على فكره، يعني حواديت النصب دي مش هتشوفها كتير، نادره مش كتير. في حد عنده سؤال قبل ما نقفل؟ سؤال يا دكتور بعد إذنك. تحت امرك. حصص الأونلاين بتبقى زي الأوفلاين عادي، حصة في الأسبوع ولا حصتين؟ ومدة الحصة ساعة ولا أكتر من كده؟ حسب مادتك، انت ممكن تعملها 3 ساعات، في ولي امر بيبقى عايز 3 ساعات، في ولي امر بيبقى عايز 5. انت ماده ايه؟ هي ماس. ماس، يبقى حصتين على الاقل ساعتين في الاسبوع. يعني ساعة وساعة صح كده؟ ممكن تقسميها 40 لو انت تشتغلي بالزوم، تقسميها 40 على 3 حصص، يبقى 40 دقيقة على 3 حصص، براحتك، هنا حرية شخصية بقى. تمام، وحسب تمام. في الحالة دي تبقى التسعيرة ماشية ازاي؟ يعني الدنيا تبقى ايه؟ حصتين. ما انت بتسعري الحصة بالساعة، والله انا ساعتي تمام. ب 100 جنيه. تمام، هعملها لك على 3 ايام بس. يبقى الشهر تمام. 8 حصص ب 800 جنيه، ابعت لي 800 جنيه قبل ما اشتغل. تمام، ما تقوليش بقى ابعت لي 800 جنيه، هو بقى ممكن يبعت لك نص شهر، يبقى خلاص تشتغلي نص شهر وستوب، فين اللي بعده؟ لحد يعني لما تقسيمة لو لقيت الساعات دي بتاعتي أنا. ايه، بقول لحضرتك يعني كده تقسيمة الساعات دي بتاعتي أنا. دي بتاعتك انت بقى، ممكن ولي الامر يعترض عليها، انت في النهايه ولي الامر هو الاساس. تمام. والطالب هو بالمناسبه، انا وليه الامر اختارتني، رحت اديت ابنها حصه تجريبيه، حلو الكلام، وابنها قال لا مش المدرسه دي ما بفهمش منها، خلاص انتهت. يبقى هنا الطالب اهم حاجه في العنصر كله، هو الطالب. هو الطالب يقول لك لا انا عايزها حصتين، انا عايزها كذا، انا عايزها كذا، دي هنا دي ولي الامر والطالب هم اللي بيحكموها، هم اللي بيحكموها. وبالمناسبه انا بدي حصه تجريبيه، في ناس تقول لك لا انا مش هدي حصه تجريبيه، عايز الحصه التجريبيه بتاعتي، الحصه التجريبيه بتاعتي بفلوس، وتشترط على ولي الامر انا الحصه التجريبيه بتاعتي بفلوس، يبعت لك الفلوس قبل ما تخش الحصه التجريبيه. ممكن في ناس تقول لك لا انا هديك الحصه التجريبيه مجانا، بس لو كملت معايا هحسبها. كل دي امور شخصيه متروكه لحريتك الشخصيه، انت كل واحد بدماغه. في واحد يقول انا مش هدي حصه تجريبيه، الحصه ب 100 جنيه، ابعت لي 100 جنيه واشتغل، والله عجبك بتاع، ما عجبكش خلاص توكل على الله. تمام. في واحد يقول لك لا خد الحصه التجريبيه ومفيش مشاكل. في واحد يقول لك لا انا هدي الحصه التجريبيه ربع ساعه بس. تمام، انا لا احبذ الفكره دي، ربع ساعه لا، انت لابد انك تكون في الحصه التجريبيه قوي، تبان انك قوي. لو ربع ساعه هتبينك انك ضعيف، يبقى ملهاش لازمه الحصه دي. تمام، يبقى الحصه طب دي هنا ولو فيديو ملهاش يا لازمه. دكتور؟ لابد انك تبان في الحصه قوي كمدرس. تمام. طيب في ناس تقول لك لا انا الحصه التجريبيه لو كملت الشهر هتتحسب، فهنا بقى حسب الاتفاق، شوف بقى كل واحد ودماغه. في سؤال تاني؟
طيب أنا ما باحاسبش طلب على PDF، ولو حاسبت عليها الطالب هتبقى غريب شوية. تمام؟ وإحنا زي ما قُلنا الدنيا دي اتفاق. لمّا عايز تبعت للطالب ملزمة وتحاسبه عليها، يبقى أنت وأنت بتتفق والله أنا حصتي كذا والملازم بتاعتي بكذا. بس حتة بيع الملازم دي مش منتشرة يعني في التدريس الأونلاين. إحنا بنبعتها له كده من غير فلوس. إمم. طب بالنسبة للي لسه بيشتغل جديد يا دكتور، إمم. هل بتفرق معاه إن هو لازم يكون عنده ملازم باسمه ما تفرقش. أول سنة شغل أو تاني سنة؟ أنا ما ما عنديش بتفرقش؟ روح اشتري ملازم باسمِك، إيه اللي فيه؟ ده الملزمة ب100 جنيه ويتحط عليها اسمِك. على فكرة أنا من الناس اللي أقدر أي ملزمة آخدها وأقدر أشيل من عليها العلامة المائية وأحط اسمي، بس ما باعملهاش. يوم ما باتزنق أوي وعايز ملزمة باسمي باروح أشتريها يعني. ناس كتير بتعمل الملازم. تمام؟ تمام. لكن ما دام واثقة في نفسِك ما تشغليش بالِك بالأمور دي. الشغل اللي هو بتاع الدروس الخصوصية في مصر اللي هو بتاع السناتر لا ينطبق على الأونلاين. إمم. سؤال تاني نقفل؟ طب هو أنا كنت باشرح إيه؟ كتر خيرك يا دكتور، ربنا يكرمك يا رب. تحت شكرا. أمرك يا حبيبي، تحت أمرك. طيب هل رفض فتح الكاميرا في السيشن بيخلي ولي الأمر يرفض المعلمة ولا عادي؟ حط قواعد. أنا ما بافتحش كاميرا في السيشن عادي. في واحد يقول لك لأ أنا لازم يفتح الكاميرا خلاص، لكن المدرس نفسه يفتح الكاميرا لأ، دي بتبقى لو أطفال بقى، لو بتتعاملي مع أطفال ممكن. تمام، بس خلي بالك من الموضوع ده، البنات بالذات حتة فتح الكاميرا لأن في متطفلين وبتاع ده ويدخل يقول لك لا انا عايز اشوف مش عارفه شو شكلك او الكلام ده. لا، ما تفتحيش الكاميرا. تفتحي الكاميرا امتى؟ لما خلاص بقى انت معاكي طلبه ومعاكي اطفال وعرفت الدنيا خلاص، والاطفال محتاجه ان هي تشوف وشك خلاص. لكن مش من اول حصه تجريبيه اروح افتح الكاميرا، لان بيبقى في متطفلين وبيبقى في ناس بتعاكس، فناخد بالنا من الموضوع ده.